هو ليه دايما بتحس انك تايه وفي حاجات كتير في يومك مش عارف تنظمها بين شغلك وهواياتك ومواعيدك؟ جربت كل الطرق بس دايما في مشكله. ما تقلقش، في ادوات بتنقذك بس مش كلها سهله. النهارده هقول لك على 5 ادوات لتنظيم المهام مترتبه من الاكثر تعقيدا للاسهل. هتعرف مين فيهم اللي يناسبك عشان تدير مهامك وتنظم وقتك وتبطل توهان. 1. كليك اب، الوحش الكبير بتاع الانتاجيه. ده مش مجرد اداه لتنظيم المهام، دي محطه فضائيه فيها كل حاجه: مهام، مشاريع، تقارير، شات، جداول، حتى اي. لكن خلي بالك، اول ما تستخدمه هتحس انك دخلت كليه الهندسه من غير مذاكره. معقد وعايز وقت عشان تشتغل وتفهمه. بس لو شغال على مشاريع كبيره او عندك فريق، ده سلاحك السري. متاح على الموبايل واللاب، والنسخه المجانيه هتشيلك، لكن النسخه المدفوعه فيها مزايا زياده. 2. نوشن، المخ الرقمي. لو دماغك بتشتغل بنظام لكل حاجه في مكان واحد، فنوشن هو المكان المناسب. تقدر تكتب ملاحظات، تنظم مشاريع، تعمل قواعد بيانات، وتعدل الدنيا على مزاجك. مش سهل في الاول، بس لما تتعود عليه هتحس انه بقى جزء من حياتك. متاح على الموبايل واللاب والويب، والنسخه المجانيه كافيه جدا. بس لو عندك فريق وعايز شويه مزايا اضافيه هتحتاج تدفع. 3. تيرلو، كوتشينه الانتاجيه. بيعتمد على نظام البوردز، يعني عندك اعمده زي تو دو ليست، حاجات شغال عليها او حاجات تانية تم انجازها، وكل اللي عليك تسحب الكروت بينهم. تحس انك بتلعب كوتشينه بس في الانتاجيه. بسيط وفعال جدا، مناسب للفرق والشغل الفردي. متاح على الاجهزه، والنسخه المجانيه ممتازه، لكن لو عايز ربط مع تطبيقات تانية هتحتاج الاشتراك المدفوع. 4. تو دوست، مدير اعمالك الشخصي. ده بقى اللي بيوازن ما بين القوه والبساطه، بينظم اولوياتك، بيذكرك بمواعيدك، ويخليك تنجز من غير ما تحس انك داخل في حرب مع الزمن. مناسب للشغل الفردي ومتاح على كل الاجهزه، والنسخه المجانيه كويسه جدا، بس المدفوعه بتضيف شويه حاجات متقدمه. 5. جوجل كيب، النوتة الصفراء اللي كنا بنلزقها على باب الثلاجه. لو مش عايز اي تعقيد وعايز حاجه تكتب فيها ملاحظاتك بسرعه، تحط تذكيرات وتلون المهام، فجوجل كيب هو الحل. بسيط جدا وسهل تفتحه، وتلاقي كل اللي محتاجه في ثانيه. متاح على الموبايل واونلاين ومجاني تماما، لكنه مش قوي في اداره المشاريع الكبيره. وقتك هو راس مالك، والتنظيم الصح يخليك تشتغل اذكى مش اكتر. اختار نظام يناسبك وابدا دلوقتي، ويلا قول لنا في الكومنتات ايه اكتر اداه ساعدتك في تنظيم وقتك. ولو عايز روابط الادوات دي اكتب لي في الكومنتات كلمه روابط وانا هبعتها لك في رساله.